اهلا بيكم. انا مش جاي اقول لكم تعالوا نطور نفسنا في 3 خطوات، ولا هقول لكم اعملوا زيي ولا اسمعوا كلامي. انا جاي احكي لكم حاجه كلنا محتاجين نسمعها، انك تكوني نفسك. دي اكبر معجزه ممكن توصلي لها. يعني ايه تنميه ذاتيه؟ الناس فاكره ان التنميه الذاتيه يعني تبقى منظمه ومثاليه وطول الوقت عندك طاقه، لكن الحقيقه لا. التنمية مش انك تبقي خارقة ولا انك تبقي زي الناس اللي على انستجرام. التنمية هي انك تكوني اقرب صورة لنفسك، مش اقرب صورة لحد تاني. انا في ايام بصحى فيها مش طايقة الدنيا، اوقات ببقى تعبانة من الناس، من نفسي، من كل حاجة. بس عارفة ده طبيعي جدا، واللي بيقولك لازم تبقي كويسة طول الوقت مش بيحبك، لان الانسان الطبيعي بيتلخبط وبيتعب وبيتغير على طول. النمو الحقيقي للذات بيوجع او بيجي نتيجة تعب. في لحظات في حياتنا بنفتكر اننا بنقع، بس الحقيقة ان احنا بنتغير. العلاقة اللي خلصت، الشغل اللي سبتيه، والصديقة اللي بعدت، الحتة اللي كنت بتروحيها وبقيتي بتتجنبيها. كل الحاجات دي بتوجع، بس هي اللي بتغير فيك حاجات. كفاية جلد ذات. لو فضلت كل يوم تقولي انا فاشلة، انا مش حلوة، انا مش زيهم، يبقى انت مش بتشتغلي على نفسك، انت بتكسريها من جواها وبتحطميها. في فرق كبير ما بين انا محتاجة اتحسن وانا مش نافعة، والفرق بينهم بيبدأ من جوه دماغك. انتي اللي هتقرري اذا كان انا محتاجة اتحسن او ان انا اكسر نفسي واحطمها من جوه. خطوات صغيرة في حياتك بتفرق جدا. تعالوا نقف شوية عند الخطوة دي، وهقولك على حاجات بسيطة لو عملتيها هتغير حاجات كتير. 1. سامحي نفسك على غلطة قديمة. انتي مش الشخص اللي غلط، انتي الشخص اللي اتعلم. لو كل ما تفتكري الغلطة تعذبي نفسك، يبقى انتي بتعيشي جوه القفص مش براه. سامحي نفسك مش عشان الغلطة تستاهل، لكن علشان قلبك يستاهل يرتاح. خدي وقت ترتاحي من كل حاجة. مش لازم تكوني شغالة 24 ساعة، ولا دايما متاحة للناس، ولا تردي على كل رسالة، ولا تشيلي هم الكل. الراحة مش كسل، الراحة هي طاقة بتشحنك علشان تكملي. اعملي حاجة واحدة ليكي في اليوم. اقعدي في اوضتك في هدوء، افصلي من كل الضوضاء اللي حواليكي، واكتبي كل يوم فكرة واحدة عن نفسك بتحبيها، حتى لو بسيطة، زي انا طيبة، او انا بحب اساعد الناس، انا ما اذيتش حد قبل كده. الحاجات الصغيرة دي بتثبت ان جواكي نور حتى في عز العتمة اللي جواكي. تعلمي تقولي لا. لو حد طلب منك حاجة وانتي مش مرتاحة، قولي لا. لو حسيت ان وجودك في مكان بيستهلكك سيبيه فورا. لا، كلمة مش انانية، لا هي حدود بتحميكي من انك تتدمري علشان ترضي غيرك. احضني نفسك بعد يوم صعب. انا مش بهزر، فعلا اقعدي لوحدك وخدي نفس وقولي انا تعبت بس لسه واقفة، انا استحملت ولسه هنا. المشاعر مش ضعف، المشاعر شجاعة. وفي الاخر الناس بتدور على السعادة، بس مش بتدور على الراحة. السعادة لحظة، لكن الراحة اسلوب حياة. الراحة انك تصحي وتلاقي نفسك مش بتجلديها، انك بتبقي لطيفة معاها، انك تحبيها حتى لو لسه في شغل كتير محتاج يتعمل. انا مش جاي اقولك انك تبقي اقوى واحدة في 3 شهور، انا جاي اقولك انك تستاهلي تبقي على طبيعتك، تستاهلي تحبي نفسك، وتستاهلي تدي لنفسك فرصة تجربي تاني. كل يوم جديد هو فرصة جديدة، ابدأي حتى لو متأخرة. المهم تبقي انتي مش نسخة من حد تاني. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة، واستنوا فيديو جديد.